جربي بقى الطريقة الخطيرة دي وادعيلي. تعالي سمي بالله وصلي على الرسول، عشان النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي تشرفك بقى في العزومة، او لو عايزة تغيري. وكله كده في صينية واحدة، مش هياخد منك وقت خالص، والمكونات بسيطة. انتي بس سمي الله وحطي لايكي قلب اختك، واستحلفك بالله لا تنزلي تصلي على النبي في الكومنتات وتشجعيني حتى لو بكلمة طيبة. وتعالي شوفي طريقة التحضير. عندي حلة على النار، حطيت مكعب من الزبدة ومعلقة من الزيت، وحطيت عليهم كبد وقوانص، اي كمية عندك براحتك خالص. حطيت فلفل اسمر، وحطيت عود من القرفة، ممكن تستعملي اللي هو بتكون ناعمة براحتك. وكمان احط ورق لوري، احط ورقتين اتنين، وهسيب الكلام ده لما يحمر كويس جدا. لما يكونوا بالشكل ده هنزل عليهم ببصلاية متقطعة ناعم او مبشورة في المبشرة براحتك. وهتكون بقى انا هنا عندي وركين بس، كان اللهم بارك كبار، غسلتهم كويس وصفيتهم من المية، وعملت كده فرغت الجلد عن اللحم، بس من الاخر كده سيبته سليم زي ما هو عشان لما احشيه ما يطلعش منه. عندي بصلاية مفرومة حطيت عليها ملح وفلفل اسمر، وهاخدها عشان اتبل بيها الوراك اللي معايا بالشكل ده كده. وانا مش عايزه بصل كتير، انا عايزه بس الفراخ تبقى متبله، سيبوها شويه عشان تشرب من البهارات. ولما البصله تكون بالشكل ده هنزل بكوبايه من الرز. حطيت ملح وفلفل اسمر، وهزود ميه اقل من الرز، يعني ميه ما تغطيش الرز عشان ما يدخلش في السوا. انا هنا كترت الوركين، مش هياخدوا كوبايه من الرز، هياخدوا نص كوبايه. ده شكل الرز لما استوى 3/4 تسويه. هبدأ بقى اخده كده واسيبه شويه يبرد، ولما الفراخ تتبل هحطه بقى على الفراخ. انا طبعا كنت استعجلت فمسبتش الرز يبرد على الاخر يعني. مش مهم، كده كده مش هيأثر في حاجة. هحشي بقى الورك كده. لو عندك بقى خلة، انا ولا خلة ولا حاجة، عملته كده كله، بس من تحت كده انا كنت سايباه مقفول مش مفتوح، زي ما تكوني تحشي حمام بس بقى، ولا تقولي حمام ولا غيره، ولا حمام كداب ولا حاجة. انا سايبه الورك بالعظم كده زي ما هو. هحط بقى مية تكون سخنة مش باردة. لو هتحطيه تغطيه بألمونيا، حطي كوباية واحدة من المية. لو مش هتغطيه بألمونيا زي كده، حطي له معلقتين كوبايتين من المية، شوية من الملح، وما تكتروش الملح قوي عشان ما يبقاش حادق منكم. هياخدوا معاكي في الفرن كده ساعة ونص على نار متوسطة، بس لما يخرجوا من الفرن هيبقوا بالعظمة اللي انتي شايفاها دي. جبت طبق بقى للتقديم، واحط فيه الرز اللي انا كنت عاملاه معاكم. انا في الاخر شويه اللي بقوا مني حطيت لهم شويه ميه، وبعدين سبتهم على النار عشان يكملوا السوا بتاعهم على نار هاديه جدا. هيبقى معاكي زي الفل، عشان بقى ما اعملش رز تاني وكده تبقى كله ايه، يعني الدنيا كلها تبقى ملمومه يعني. شوفوا لي بقى الحلاوه كده والعظمه، ولا بيفتح ولا اي حاجه، والفراخ طيبه اللهم بارك. بصوا عظمه. شوفوا لي بقى الحلاوة وطراوة الفراخ كده، والرز المفرفر ده جوه اللهم بارك. بصوا ما شاء الله. ممكن بقى في الاخر كده لما الفراخ تستوى تاخدي شوية من الصلصة على شوية من الزيت، وتدهني بيهم وش الفراخ براحتك يعني عشان تاخد لون حلو. وتشغلي عليهم الشواية لما تتأكدي ان الفراخ استوت والرز استوى جواها. بص، هي مش محتاجة اقول لكم عنها ان هي حلوة، هي بتتكلم عن نفسها حاجة كده اللهم بارك، جميلة جدا. وخدوا بالكم لو كنا الاكلة دي في المطعم شوفوا هندفع كام، هي في البيت مش هتكلفنا ربع التكلفة يعني، وحاجة كده ضامنين نظافتها بإيدينا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. أشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زهرة ألماس، مع السلامة.